مين اللعيب اللي لعب في الاهلي والزمالك ومكسر الدنيا؟ وطبعا تحيه خاصه لسيحسن ان هو اللي جاوب صح، واللعيب كان فعلا بول مجراس. تحيه خاصه مني ليك وعاش يا سيحسن. النهارده فكره الفزوره هتبقى مختلفه عن امبارح، لان انا هجيب شخص عزيز على قلبي جدا وهيعرفنا نفسه وكانه هو اللعيب، والمطلوب منك انك تعرف مين اللعيب ده. رحبوا معانا باللعيب اللي هيعرف نفسه. من ايه؟ اخويا زياد زازا من الناس العزيزة على قلبي جدا، وانا مبسوط ان انا معاك في برنامج كرة وفزورة النهارده. ومش عارف انت هتفطرنا ولا لا، ولا حبيت معاك يعني انا ما اتفقتش معاك على كده. عرفنا نفسك عشان نشوف الكوره بتفهم كوره ولا لا. بص يا صاحبي، انا تاريخي لا عن التعريف. انا لعبت في الاهلي وفي الزمالك، واحترفت في اوروبا في الدوري البرتغالي. الدوري البرتغالي انت كده بتسهلها عليهم. لسه صعبة شوية برضه، محدش شكله عارفني قوي. كنت في الدوري السعودي. لعبت في الدوري السعودي في كمان. الدوري السعودي فترة. شكله لعيب جامد. وان شاء الله الفترة الجاية دي نقدم احسن مستوى في الدوري المصري اوه، ونعمل تاني نرجع الدوري المصري كده. وليا اجوان كتير قوي مع فرق كبيرة في الدوري المصري، كانت سبب في اخذ بطولة ما مع النادي بتاعي. فمش عارف بقى الناس عرفتني ولا هاخد بعض واروح من غير ما افطر معاك. هو انت كده كده مش هتفطر. قول لي بقى كوير، عرفت اللعيب ده ولا لا؟ لو عرفت اكتب تحت في التعليقات واظبط اللايك والمتابعه. دي كانت حلقه جديده من كوره فزوره. سلام. هنروح نفطر ونجيب.